يا مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد افضل الخلق وعلى اله وصحبه وسلم. فيديو النهارده انا رايحه عند ماما، بس قبل ما بنزل يعني بشوف البيت فيه ايه، ولو في حاجه عايزه تتعمل بعملها، لو مفيش خلاص بنزل. بس بما اني بقى كنت تعبانه امبارح فنمت بدري، فعندي كده شويه غسيل لان محمد هدوم شغله يعني في شرابات عايزه تتغسل وهو ما عندوش شرابات كتير. وكمان كان عندي كده شوية مواعين برضو من امبارح، قلت ايه اغسلهم يعني. المهم جيت اشغل الغسالة، ما ولا بتغسل ولا بتشطف ولا بتعمل اي حاجة. مفيش غير هي دورة واحدة بس اللي بتعملها، اللي هي دورة الغسيل، يعني تغسل بس. انما ولا تعصر ولا تشطف ولا تنظف ولا اي حاجة. معرفش بصراحة في ايه يعني، مالها انا معرفش. انا بقول مثلا لان انا كنت مشغلاه اخر مرة فالكهرباء فصلت، النور راح يعني. فما جيت اشغلها تاني، نسيت خالص قصدي ان انا حطاها ان انا مشغلاها. المفروض ان انا عارفة ان هي بتقف لوحدها. فلما النور جه هي قعدت تصفر كتير، فانا قلت ايه خلاص يعني اكيد خلصت. طلعت منها الغسيل ونشرته، جيت النهارده بغسل لقيتها زي ما انتم شايفين كده، مش عايزة تعمل اي حاجة. يعني بصوا اجي اشغلها يا دوبك تغسل، بس تغسل وتنزل المية من الغسيل، انما بقى ولا تشطف ولا تعصر ولا اي حاجة. مش عارفة ايه اللي حصل لها. امي قالت لي مش النور يعني هو اللي عمل كده، يعني مش الكهرباء اللي هي بتروح وتيجي دي هي اللي عملت كده. هي انتي ممكن تكوني لعبتي في الزراير غلط، فانا معرفش بصراحة ومش عارفة ارجعها تاني. او معرفش ايه اللي حصل. هي زمرت بس اخر مرة تزميرة كده، اللي هو ايه حاجة غريبة. بعديها معرفش ايه اللي حصل لها. فالمهم لو حد يعني يعرف فيها يقول لي، ممكن اكون فعلا لعبت في الزراير او حاجه وانا مش عارفه ايه اصلح الدنيا. لو بقى مفيش هضطر ان انا اكلم الشركه بتاعتها وتيجي تعملها لي. بس بصراحه والله انا مش عارفه الشركه اذا كانت لسه ليها ضمان ولا لا، لان احنا جايبينها، محمد جايبها من زمان قوي، معديه الخمس ست سنين تقريبا كده. فمش عارفة، هاشوف الدنيا ايه بقى وعلى الله يعني. عارفين وانا بطلع الغسيل والله العظيم كان بميته، بقيت اشطفه يعني. انا طلعته من الغسالة حطيته كده في التشت مليته مية، وبقيت اشطف انا واعصر واحط في السبت اللي انا هدخل انشره يعني. بس عايزه اقول لكم ان هو دخل بميته يعني، معرفتش اعصر جامد قوي، لاني ما عنديش اللي هي مش متمكنه في حكايه العصر دي. فبس المهم بقى ايه، دخلت البلكونه كده. عايزه اقول لكم ان انا بقالي كتير قوي ما عملتش البلكونه، قلت ايه اكنسها بما انها كانت متربه تراب رهيب. قلت اكنسها بما اني هنشر والسبت فيه ميه، عارفه انا، عارفين انتوا التراب لما يجي عليه ميه هيعمل طينه، فقلت لا اكنسها الاول بعد كده ايه ابتدي ان انا ايه انشر. كنستها وبعد كده مسحت المنشر ومسحت الجدار اللي انا هنشر يعني عليه، عشان انا بحب افرز الهدوم قبل ما انشرها يعني، فاهمين؟ مثلا الم هدوم، حاجات رحيم اللي هي بتتحط في المنشر الاولاني، احطهم كده كلهم قدامي بدل ما افضل اطاطي واقوم والكلام ده. فبس طلعت كده الهدوم فرستها، هدوم رحيم وبعد كده هدوم محمد بعد كده هدومي وهكذا بقى. عايزه اقول لكم ايه، كنت خايفه على المنشر قوي والله العظيم لا يقع. لان الهدوم كانت مليانه ميه كتير قوي، فحاسه ان هم تقال قوي على المنشر. حتى بصوا هتلاقوني حاجات كده ايه بسيطه بعصرها. فما كنتش عارفة بصراحة اعمل ايه. ودي مش الحاجة الوحيدة اللي اتعملت يعني. انا نشرت وخلاص، قلت بعد ما هنشر همسح البلكونة كده هديها ايه، يعني هكب مية وهكنسها وخلاص. كده كده انا ما بفتحش البلكونة، فهكب مية وهكنسها لاني انا مش قادرة اوطي ولا امسح ولا الكلام ده خالص، مش وقته يعني. انا الفترة اللي فاتت كنت واخداها ايه تنظيفات في الشقة لحد ما ايه مخلصت الشقة خالص، اللي هو انا سايبة بقى الشقة على الفرش. يعني اديها كده مسحة وبعد كده ايه هفرش وخلاص. بس البلكونة بصراحة ما كنتش عملت فيها حاجة. اختي كانت عندي اخر مرة قالت لي سيبيها اعملها لك، بس هي كانت تعبانة بصراحة ما قدرتش ايه تعملها. فانا قلت بعد ما اخلص تنشير يعني وخلاص هجيب كده ايه كوزين مية ولا حاجة وايه وهرشهم، وبعد كده هكنس وخلاص. المية بقى تنزل من المزراب، هو ده اللي انا كنت عامله حسابي عليه يعني زي ما قلت لكم مش عايزه ايه اتعب الفتره دي. رحت انا فلحت جبت جردل كده ومليته ميه ورش قلبته بقى في البلكونه، على امل زي ما قلت لكم ان المزراب شغال. طلع المزراب مش شغال ومسدود.
غير ان هو مش شغال مسدود، مش عايز حتى ينزل نقطة مية. انا قلت اسيبها شوية يمكن ايه ينزل نقطة ولا حاجة، ما كانش بيتحرك خالص من مكانه. خفت بصراحة اسيب المية في البلكونة وانزل لحسن يحصل حاجة في السقف ولا حاجة، فاضطريت ان انا امسحها. وقلت يعني الخيشة لقيت اللي هي الخيشة اسهل من اللي انا اجيب الشرشوبة وافضل الم كده بيها المية. قلت يا ربي وانا كنت ناقصة؟ يعني انا ما كنتش ناقصة. بس الحمد لله. يعني بصوا هنا دول كانوا اخر حاجة في السبت، اللي هم كانوا بنطلونين بس الرايحين. بعد كده هبتدي بقى ان انا ايه اعمل زي ما قلت لكم، انا هجيب المية واكبها. المفروض كمان ان انا كنت اشيل سجاد اوضه النوم اللي انا فرشاه حاليا وامسح تحتيه وكده، لاني حسيت ان الترابه دخلت جوه، لان انا كنست والبلكونه مفتوح، فقلت لا انا مش قادره اعمل حاجه. كنستها بس كده ايه من على وشي، يعني كنست السجاد كده وعلى على وشي وخلاص. كده انا حاليا عندي الغسالتين بايظين واقفين. غسالة اللي هي غسالة الاطفال اللي هي الصغيره دي مش شغاله، ما يعني بتغسل بس ما بتصرفش الميه، والتانية وقفت. عندي مواعين، انا ما بعرفش اغسل مواعين غير بالميه الدافيه. يعني عندي كام طبق وثلاث حلات. تمام. شغل ميه، اشغل بس واحد السخان ما بيشتغلش. ده ايه ده بقى؟ انا ما اعرفش. هو النهارده يوم الخراب العالمي شكله. بصوا حتى دي كانت بتهنج مني ماشيه، بس كانت بتشتغل. ما اعرفش دلوقتي ما بتشتغلش ليه خالص. اعمل ايه؟ ما اعرفش. حول الله يا رب. طب اشتغل اغسل مواعين بعد كده افصل تاني. حبيبي اشتغل. مش عايز اشتغل. اعمل ايه؟ مش عارف. انا تعبت. اغسل مواعين دي ازاي؟ ما بعرفش اغسل مواعين حقيقي غير بميه دافيه. اشتغلي ابوس ايدك، عايزه اخلص. مش عايز اشتغل. اشتغل ويفصل. في ايه؟ انت هتنفجر ولا ايه؟ خلاص خلاص ان شاء الله ما اشتغلت. هغسل بقى دول بميه ساقعه وخلاص. والسخان كمان وقف. هو كان بيهنج مني، يعني المشترك كان بيهنج. تمام. فكان بيشتغل، يعني افضل احاول فيه كده لحد ما يشتغل ويشتغل. كان بيشتغل يعني، بس المرة دي ما مش عايز يشتغل خالص. حسيته ان هو خلاص يعني، يا اما السخان هيفرقع يا اما السخان هيقف خالص، يا اما هو حالف ان هو ما يشتغلش. معرفش اسمه ترانس ولا مشترك ولا ايه، ما انا مش عارفه يعني التوصيله اللي هي السوداء اللي انا كنت ماسكاها دي، انا معرفش هي بتتباع فين ولا بتتجاب منين. سالنا عليها ما لقيناهاش عندنا في الورديان. فمش عارفه. قلت يلا هي كملت بالمره. وانا حقيقي فعلا ما بعرفش اغسل المواعين غير بميه تكون سخنه، اللي هي ما تكونش سخنه قوي، لا تكون دافيه شويه، عشان بحس ان هي بتنضف المواعين اكتر بصراحه. وكمان في الجو الساقع اللي احنا فيه ده، يعني هو الجو ساقع قوي بس انا عندي عشان الشقه على البلاط فحاسه ان الجو ساقع، فمش عارفه اعمل ايه في السخان ده كمان. مش عارفه. ورحيم كل شويه بشطفه بالميه السخنه، وطبعا مش هغليله بقى كل شويه ميه وبعد كده اروح اشطفه، حاساها تبقى دوخه. فما يجي بقى محمد اقول له ان الحاجه باظت. ولسه والله العظيم التلاجة بتاعتي كانت واقفه، وايه تاني وبس. يعني حقيقي حاسه ان اجهزه البيت كلها بتنهار. فالحمد لله، يعني الحمد لله هي بتجي بعد كده ايه ربنا بيفرجها. المهم المواعين دي كانت مواعين غدا امبارح، لان النور عندنا بيقطع من الساعه 8 للساعه 10. فلما النور بيقطع بصراحه انا بنام. صحيت ما صحيتش، خلاص بقى الحاجات بقى اللي عندي بركنها اعملها تاني يوم الصبح. فما كانش عندي غير دول في المطبخ. قمت عملتهم. قلت بما اني بقى رايحه عند ماما وكده فاخلص البيت عشان ارجع برضو الاقي البيت ايه نظيف وكل حاجه في مكانها، ما بقاش شايله هم حاجه يعني. فبس غسلتهم. بعد كده همسح الرخامه وخلاص. عندي البوتاجاز نضيف من امبارح الحمد لله، والارض كنت مسيقاها والحمد لله. يعني الدنيا كانت عندي نظيفه وما كانش فيه ايه حاجات ايه كتير يعني.
عايزه بقى وانا بجيب خزين الشهر ان شاء الله، عايزه لما انزل قصدي اجيب حافظات لكل الشقه. يعني انا عندي بتاعه الصاله بس، عايزه اجيب للركن، وعايزه اجيب لاوضه النوم، وعايزه اجيب للمطبخ كده يعني، عشان مش عايزه كل شويه اغسل سجاده انا. بس هنا كنت خلاص خلصت المواعين، وكمان هدخل اصبن الحمام، بس هصبنه لوحدي لان انا بصراحه متعوده من ستي الله يرحمها تقول لي بعد غسيل المواعين تخلصي المطبخ السلكه ما ترميهاش، تدخلي تدعكي بيها الحمام. انا بصراحه ما بعملهاش كتير، بس عشان كانت السلكه نظيفه. رحيم رحيم، بصوا طول ما هو قاعد ماسك التليفون وعلى الكرتون، ولو خدته منه يعيط والله العظيم بقى. اما بيبقى نايم بقى بيحلم اللي هو ماسك التليفون، يفضل شايفين الماسكه دي وهو بيعمل صوابعه كده. ايوه بتكلم عليك. يفضل يعمل كده وهو نايم كأنه ماسك التليفون بايده، وايده التانية يفضل يعمل كده. مش عارفه منعهوله ازاي. والله العظيم بجد. انا ماشيه، باي تيجي معايا؟ طب نروح فين؟ طب هات التليفون. بس ما بيرضوش يدوني ابدا، يقولي لا. ما اعرفش، حاساها هيتجن بسبب التليفون، وده غلط. وهو لسانه تقيل اساسا، يعني من قله الكلام لسانه تقيل. هات التليفون بقى، يلا بينا عشان ماشيين باي. رايحين عند تيتا. التليفون هات يلا عشان نقوم نغير. كنت اسمع الدكتور يقول اقل من 2 أو 3 سنين ما يمسكش التليفون كل شويه. رحيم ابني ما بيسيبهوش، عايز الكرتون كده ويفضل يحول ويتفرج. لسانه تقيل تقيل جدا، اللي هو ما بيتكلمش. بابا وماما وتيتا يعني فاهمين، اكتر من كده ما بيقولش. فهو بيقولك بسبب ما بيمسك التليفون، فمش عارفه اعمل له ايه. قاعد بقى التليفون ده خلاص فصل. معلش معلش معلش. تيتا تيجي معايا ولا ترد؟ يلا رايحين عند روق. يلا يلا، تيجي معايا ولا تقعد هنا؟ تيجي. طب يلا تعالي. هروح بقى البس والبسه واروح بقى عند ماما. بصراحه ما بقتش عارفه اعمل معاه ايه، وخايفه على دماغه لا يجيله كهربا لا يجيله حاجه، مش عارفه بصراحه، او اوديه لدكتور. مش عارفه. كل ما اخبي منه التليفون يقعد يعيط، وما لو ما فتحتهوش يقعد يعيط برضو، فمش عارفه اتعامل معاه ازاي ده. بس هنا بقى كنت وصلت لنهايه الفيديو، وكنت كمان وصلت عند ماما، كانت عامله بقى عيش باللحمه وشيبسي ومخلل، وكانت جايبه لنا حاجه ساقعه، وكانت مدلعانا.